في هذا الفيديو غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي انا عارف 99% ديال المغاربه ما يقدروش يقولوا. وهذه الهضره هي انني بغيت نقول بان الثقافه والبلاد اللي كبرنا فيها بطبيعه الحال كبرنا فيها وعجبنا وراه حنا وطنيين وكنبغيو المغرب، لكن للاسف راه كتقتل الاحلام ديالنا، وخاصه الا كان عندك واحد الحلم كبير وبغيت توصل لشي حوايج اللي كبار بزاف. وقبل ما تسكرولي وتحبس انت كاع هذا الفيديو وتقلق ولا ما تعجبكش هذه الهضره، اللي كمل الفيديو حتى الاخر عاد ديك الساعه تقدر تحكم. وباش نكون معكم صريح، انا راني مغربي ووطني وكيتعجبني المغرب وكنموت على بلادي وكنموت على ولاد بلادي، لكن هذا الفيديو غنحيدوا فيه العاطفه وغادي نهضروا بعقلانيه باش هكا تقدر ديفلوبي راسك. وخاصك تعرف بان العاطفه ولا تكون كتبغي واحد الحاجه ما عمرها غادي تخليك انك ديفلوبي راسك ولا تبدل الحياه. سميتي عبد الصمد، حتى انا بحالي بحال كاع الشباب المغاربه تزاديت في الرباط، تقاتلت على راسي وخدمت وحاولت نطور ونديفلوبي في السكيلز اللي عندي. وكواحد ولد البلاد وكان عنده واحد الاحلام كبار وباقي عنده هذه الاحلام، غادي نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي وكاع الحوايج اللي عشتهم في هاد الجورني ديالي. من انني نخدم شي خدامي اللي عاديا انني نفرق لي فلاير، نخدم كلون، انني درت واحد لاجونس وبنيت واحد البيزنس ديالي من الزيرو بلا ما نحتاج السيبور ديال حتى شي واحد. الا كنتي شاب مغربي وكتحس براسك بان عندك واحد الطموح كبير، لكن للاسف لونطوراج او الناس اللي دايرين بيك صحابك عائلتك ما فاهمينش داكشي اللي باغي توصل له، فراه ضروري خاصك تفرج في هذا الفيديو لحقاش غادي نبارطاجي معك شي حوايج اللي حتى انا شخصيا دزت منهم حيت كنت في نفس الحاله اللي كنتي فيها، وانا حاس بالضبط وعارف هاد العراقيل اللي كتواجه. للاسف العقليه المغربيه كيامنوا فقط بواحد الحاجه سميتها ورقه دبلوم او لا كارطون، وللاسف هاد الشيء راه ما كاينش ان الا كانت عندك واحد الورقه ولا واحد الدبلوم هاد الشيء راه كتقن واحد المعرفه ولا تقدر تولي لاباس عليك وديفلوبي راسك. وللاسف كنلاحظ بان بزاف ديال الشباب المغاربه واللي كنت انا واحد منهم كنضيعوا بزاف ديال الوقت باش ناخذوا واحد الدبلوم اللي حنا اصلا كنقراو واحد الدومين اللي ما عندناش معاه ولا ما عجبناش، هاد الشيء فقط باش ناخذوا واحد الدبلوم حيت المجتمع كيشوف ضروري خص يكون عندك واحد الدبلوم في الاخر كتشدو وكتعلقوا في بيتك وما كتستافد منه حتى شي حاجه. غير هو واحد القضيه هنا ما كناتاكيش المعرفه او القرايه، حيت باش نكون معك واضحين ما كانش عندك واحد المعرفه وما كنتيش قاري صعيب انك توصل في حياتك. شنو كنقصد انايا بالقرايه؟ هي انك ديفلوبي راسك، مثلا تقدر دير التعليم البديل، تفرج في كورسز يوتيوب او لا اي ميثود واحده اخرى، ماشي بالضروره تتعلم في المدرسه ولا تتبع السيستم ديال القرايه. الحمد لله في حياتي كنتلاقى مع بزاف ديال الناس اللي ناجحين وواصلين عندهم شركات وعندهم كل شيء. وباش نكون معكم واضح، كاين شي وحدين منهم قاريين وكاين شي وحدين منهم ما قاريين. شنو كنقصد بالقرايه؟ يعني ما عندهمش واحد الدبلوم. وباش نكون معكم واضح، سواء الناس اللي قاريين ولا ما قاريينش، فالحاجه اللي وصلتهم هما السكيلز والمهارات اللي عندهم، ماشي الدبلومات اللي خدموا. باش نكون معك واضح وصريح، باش انك تربح واحد الفلوس اللي تبدا تخلص بهم لي شارج ديالك، الكرا، الماء، الضوء او اللي تاكل، فهاد الشيء اللي غادي يعاونك هو ان يكون عندك واحد السكيل او لا واحد المهاره، ماشي عندك واحد الدبلوم. حيت باش نكون معكم واضح، انك تاخذ دبلوم وانك تخدم ولا تلقى خدمه ولا تربح فلوس، هاد واحد الحوايج اللي مختلفين بتاتا. زائد على هاد الشيء خاصك تعرف بان الا كان عندك واحد الحلم، مثلا غتمشي عند عائلتك ولا صحابك كتقول لهم بغيت نبدا واحد المحتوى، بغيت نبدا واحد الكونتنت في السوشيال ميديا حتى انا نبارطاجي، ولا بغيت نبدا واحد البيزنس من الزيرو، فكون على يقين انهم غيضحكوا عليك وما غاديش يفهموا داكشي اللي باغي دير. وبالنسبه لهم الحاجه اللي لوجيك هي انك تمشي تخدم من 9 ل 5 في واحد الخدمه ولا 6 ديال العشيه، واخا تكون انت اصلا ما حاملش ديك الخدمه ولا داكشي اللي كتربح من ديك الخدمه اصلا ما كافيكش باش تغطي دوك الحاجيات ديالك. بحال دابا نعطيكم مثال، للاسف في المجتمع المغربي تقدر تكون موظف مثلا كتدخل واحد 4000 ولا 3500 درهم وكتبان ناجح، وبالنسبه للناس راك ناجح على واحد الانسان عنده واحد الشين يوتيوب اللي كيتخلص منها 2 ولا 3 ديال المليون شهريا. ولا جيتي وبديتي كتبارطاجي الافكار ديالك وبغيتي تبدا واحد الحاجه من والو زعما توصل لشي حوايج كبار، فبالنسبه لهم انت اصلا كتبارطاجي واحد الحاجه اللي نقدروا نقولوا غير خياليه ولا غير من الخيال واصلا ما يمكنش تحققها في الحقيقه. وللاسف هذا الشيء ملي كتكون صغير في السيستم ديال القرايه كيعلمك انك تصغر من الاحلام ديالك باش ديما تبقى غادي جنب الحيط وكاع هاد العقليه الخاصه. وغالبا غادي تكون سمعتي هاد الهضره في العائلات المغربيه، شوف ولد فلانه راه دار الميديسين، اولا شوف ولد فلانه راه مشى ولا بيلوط وانت مالك ما درتيش، هذا راه توظف هنا ولا كيقبض تبارك الله 8000 درهم وكاع هاد الهضره الخاوي. وللاسف هاد المقارنه كدير واحد 2 ديال الكوارث اللي كنشوفوهم في المجتمع ديالنا. والحاجه الاولى هي انك كتلقى راسك كتولي كتقارن راسك مع ناس واحد اخر وكتبقى تجري ودير الماكسيموم ديال جهدك، واخا ما حاملش ديك القضيه باش انك تولي بحال داك فلان، واخا داك الشيء راه ما كيعجبكش ولا راك ماشي انتريسي به، لكن باش تشفي داك ليغو ديال العائله ولا الناس كيفاش كيشوفوا. والحاجه الثانيه هي انك لما تجي تبعتي هذا الطريق غادي تهرس لك الثقه في راسك، وثق بيا ما عمرك غادي ديفلوبي راسك ولا ما عمرك غادي تحاول تجرب شي حاجه جديده ولا تاخذ شي ريسك في حياتك، بينما راه الريسك هو الحاجه اللي كتخليك انك توصل للاحلام والحوايج الكبار في حياتك. خاصك دير في واحد القضيه بانك راك انت
عندك واحد الشخصيه، عندك واحد الافكار، راك ما دايرش بحال بنت خالتك ولا ولد خالتك ولا داك ولد جيرانكم ولا اي واحد كيف ما بغى يكون له. كل واحد من حقه يعبر على الافكار كيف ما بغى، او يدير الحوايج اللي هو مرتاح فيهم وكيشوف راسو يقدر يوصل. وللاسف كاينه واحد الحاجه سواء في العائلات ولا المجتمعات او الحومات المغربيه، وفين ما واحد الشخص كيبغي يدير واحد الحاجه مختلفه، فكاع دوك ولاد الحومه كيبغيو يجروه لتحت، يقولوا له انت راك غير كتحلم، راه غير كتخربق، راه هادشي اصلا اللي كدير راه بعيد على الواقع وعلى الحقيقه. داكشي علاش كانوا عندك شي افكار ولا شي احلام كبار ومشيتي بارطاجيتيهم مع صحابك ولا عائلتك ولا اي واحد في الانطوراج ديالك، كون على يقين ما غاديش يفهم داكشي وغيبغي يجرك لتحت وغيبغي يحطم داك الطموح ديالك. ودابا بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي من القلب، ماشي الهضره ديال كتوبه ولا ديال شي يوتيوبر واحد اخر ولا شي واحد عاود هادشي، مي من الاكسبيريونس ديالي كواحد مغربي وكان في نفس النقطه اللي انت فيها. اول حاجه كبرت كواحد الدري اللي حشومي، خصك ديما تبقى غادي جنب الحيط تسمع الهضره ديال اي واحد اخر، تحترم زعما ديك الناس اللي كبر منك واخا هما ما يحترموكش. وهاد الحاجه كانت كدير لي بزاف ديال المشاكل في حياتي. وهذا الشيء شنو كيدير؟ كيخلي ان واحد الناس واحد اخرين يستغلوا الطيبوبه ديالك وما تقدرش انت تعبر على الافكار. بحال دابا مثلا باش قررت انني نخرج من لافاك وما نبقاش نقرا، كلشي كيشوف فيك واحد الشوفه اللي خايبه، بحال راه درت شي حاجه اللي خايبه وراك صافي دمرتي المستقبل ديالك ودبرتي عليها وراك غادي تشومي وكاع ديك الهضره الخاويه اللي كما قلت لكم بعيده على الحقيقه ولا على الواقع. عاوتاني ملي مشيت بديت كنفريلانسي هكا في الديزاين، نقاد لي لوغو ولا نقاد مثلا بحال هكا فيديوهات للناس، شنو الناس بداو تيقولوا هادشي راه كتخربق، راه ماشي خدمه ما والو. وانا اليوم الحمد لله راني بنيت البيزنس ديالي في هادشي اللي بصح كان يتخربق. عاوتاني ملي قررت انني نبدا صناعه المحتوى ونبدا كنبارطاجي الفيديوهات، تما عاوتاني فين كلشي بدا كيطيح مني، ودوك الناس اللي صحابي والعائله اللي كنت كنتسنى السيبور ديالهم زعما هما يشجعوني، بالعكس هما اللي انتقدوني وحاولوا انهم يطيحوني ويقولوا لي بان راه الفيديوهات وهذا الشيء راه غير تخربيق. وعاوتاني تيقول لك سير قلب على خدمات كتخربقش من الفيديوهات ولا السوشيال ميديا ولا انستغرام ولا يوتيوب، هذا الشيء راه ما دايمش، وغيجي واحد النهار غتكليكيو على بوطونه واحده غيمشي هذا الشيء كامل. سير قلب لك على شي خدمه. من تما قررت انني ما نتصور مع حتى شي واحد، ما ناخذ الاراء حتى شي واحد، ما نبارطاجي لا الافكار ديالي لا شنو باغي نخدم ولا شنو لي زوبجيكتيف اللي باغي نوصل لهم مع حتى شي واحد. الحمد لله بقيت مكونسونطري على راسي، كنديفلوبي راسي شويه بشويه، وما كنتسناش انني ناخذ واحد الفاليداسيون ديال الناس واحد اخرين انهم يفاليديو لي دوك الافكار ديالي. فقط مشيت ركزت على راسي والحمد لله قدرت نشوف واحد الريزولطا اللي كبيره بلا ما نحتاج هذا الفاليداسيون. وصافي هذيك بقيت غادي شويه بشويه كنكريي كونتنت. الحمد لله قدرت انني نخدم كفريلانسر من بعد نديفلوبي داكشي شويه بشويه حتى وليت عندي اجونس نخدم مع ناس واحد اخرين وراني غادي كنحقق في لي زوبجيكتيف ديالي. ودابا باش نكون معكم واضح، اول حاجه الا بغيتي ديفلوبي راسك وانك تخدم على هذه العقليه هذه، خاصك تفرق ما بين جوج ديال الحوايج. اول حاجه هي حب الوطن وحب العائله وكاع هاد القيم والايمان والاسلام ديالنا، وانك تحيد كاع دوك المعتقدات او دوك الليميتينغ بليفز اللي كيكبروا معنا من نهار كيتزادوا باش اننا نديفلوبيو راسنا ونحققوا دوك لي زوبجيكتيف اللي كنحلموا بهم. وكواحد باغي يوصل لشي حوايج اللي كبار في حياته، خاصك تتعلم انك تهضر على مواضيع اللي عندهم علاقه بالفلوس البيزنس بواحد الطريقه اللي عاديه بلا ما تحشم. مثلا دابا الا مشيتي عند داركم وقلتي لهم بغيت نبدا واحد البيزنس نحقق به مليون ديال الدرهم، شي يقولوا لك ان شاء الله، ولكن ديك ان شاء الله بالضحك بالاستهزاء وان واحد لوبجيكتيف اللي ما يمكنش دير. فمثلا تخيل معايا كيفاش انت اصلا باغي توصل لهذا لوبجيكتيف وتبني هاد الفلوس هادو كاملين وانت اصلا ما قادرش تهضر عليها ولا ما قادرش تعبر على الافكار ديالك ولا اصلا ما امنش بانك غادي توصل لها. فالرساله ديالي هو ان العائلات ولا الصحاب ولا اي واحد عايش في المغرب شنو خصو يبقى يدير؟ خصو يخدم على واحد القضيه، هو انه ملي يشوف واحد الانسان باغي يبدا في البيزنس ولا واحد المقاول يشجعو كيف ما كيشجع واحد مثلا واحد الميدسان ولا كيشجع واحد المهندس ولا اي خدمه واحده اخرى. زائد اننا خصنا نخدموا على العقليه ديال ان الا مشيتي بديتي واحد الحاجه اللي جديده وريسكيتي وخسرتي ان راه واحد الحاجه خايبه، لا بالعكس انك خسرتي راه كون على يقين غتكون دوزتي واحد الوقت في التعلم وتعلمتي واحد الاغلاط اللي غادي تستافد منهم من بعد. وديما شحال ما فشلتي نفرض انك فشلتي مره جوج ثلاثه اربعه 100 مره، فانت فقط محتاج انك تنجح مره واحده والحمد لله ديك الساعه غادي تقدر توصل لدوك لي زوبجيكتيف اللي كتحلم. وإلا شفتي مثلا واحد الشخص بغى يريسكي وخلى الخدمه ديالو بغى يبدا واحد الحاجه اللي جديده، فشنو خاصك دير؟ تشجعو، ماشي تبدا كتحطمو بديك الهضره ديال ولا ما كانش عليك دير هذا القرار حيت ديجا راه هو صافي مقتنع بهاد الافكار. بالعكس فهنا عطيه واحد التحفيز، موتيفيه بواحد الهضره اللي زوينه وقول ليه الله يسخر الامور. ودابا بغيت ندوز واحد الميساج، الا كنتي كتشوف هذا الفيديو وما عندكش فلوس ولا راك مزير ولا عندك واحد الظروف اللي قاسيه، فما كيعنيش ان حياتك كامله غادي تبقى في هذه السيتوياسيون، فراه غير فاز غدوز من حياتك وان شاء الله ديك الساعه غادي تبدا تشوف واحد الريزولطا. فقط خاصك
تاخذ لاكسيون وتحاول تنوض ديفلوبي في راسك وتتعلم لواحد المهارات اللي غيزيدوا بك لقدام ويخرجوك من هذه السيتوياسيون. ولا مثلا شفتي بان الناس ولا لونطوراج العائله الصحاب ولا كاع دوك الناس اللي كتعمر معاهم ما امنوش بالافكار ديالك، فماشي غادي راه واحد الانديس انك توقف داك الشيء كامل، بالعكس هذه راه واحد العلامه على انك قررتي تاخذ واحد الطريق اللي مختلفه على الاغلبيه ديال الناس. وكون على يقين في هذه النقطه، راه ما محتاجش ان الناس هما يامنوا بك، فراك انت محتاج انك تامن براسك. وخاصك تعرف بان العقليه ولا الثقافه المغربيه ولا كيفاش كنفكروا راه يمكنش تبدل ما بين الليله والنهار. وكاع نمشي معاك بعيد، يقدروا الناس اللي دايرين بك ولا لونطوراج ديالك ما عمرهم يتبدلوا ولا ما عمرهم غادي يبدلوا هذه العقليه ديالك، ولكن انت العقليه ديالك ممكن تبدل وتقدر تبدل النتائج والسيتوياسيون اللي انت فيها. وبركه ما تحاول انك تهبط ولا تقتل دوك الطموح ديالك باش هكا ترضي واحد الاراء ديال واحد الناس اللي اختاروا واحد الطريق اللي هما مرتاحين فيها، بينما انت راك ما مرتاحش في ديك الطريق. وخاصك تعرف بان المغرب ولا اي مجتمع كيف ما بغى يكون نوعه، الا كانوا فيه واحد الموظفين مثلا، فيه واحد الاطباء مهندسين اساتذه، فراه محتاج ايضا واحد المقاولين، واحد الليدرز اللي قادرين انهم يديفلوبيو لنا هذه البلاد هذه. وهنا فين كيبقى الاختيار ديالك، هو انك واش بغيتي تختار ديك الطريق اللي مرتاح فيها وتاخذ الريسك، او لا بغيتي تعيش واحد الحياه عاديه بحال 99% ديالك. فإلا قاسك هذا الفيديو وشفتي فيه شي حاجه ديال الفائده، حاول تبارطاجيه مع صاحبك باش حتى هو يستافد. وما تنساش دير سبسكرايب لهذا الشين يوتيوب هذه اللي غادي نبارطاجي معاك فيها اي حاجه غادي تعاونك باش انك ديفلوبي المايند سيت والسكيلز وتبني البيزنس ديالك اونلاين. وحاول تبارطاجي معايا في الكومونتير اكثر مشكل كيواجهك، سواء عنده علاقه بالبيزنس، العقليه، او لا اي حاجه، باش هكا نقدر نحول هذه المواضيع لفيديو. اللي غادي نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد. كان معكم عبد الصمد ديجيتال.